طيب دي بالنسبة للسنون. الخطوة اللي بعد كده انا هربط الليدر، تمام، اللي هو النايلون بالبريد. انا المكنة بتاعتي فيها بريد، تمام، فيها خيط بريد اللي هو خيط الحرير، خلاص. ودلوقتي عايز اربط فيها النايلون، فخلينا كده مع بعض. بالنسبة يعني لربطات التسقيط، تمام، في ربطات للجيجنج وفي ربطات للكاستنج، بتبقى معقدة شوية، لكن انا بتكلم على الطريقة البسيطة السهلة اللي انت مش محتاجها غير في يعني اللي انت هتستخدمها في التسقيط بس، وفي نفس الوقت بتقضي الغرض يعني، وانا بستخدمها كتير يعني عموما يعني، وانا بستخدمها كتير. فاحنا بنجيب الطرفين، ادي في طرف اهو، تمام، ده طرف النايلون وده طرف البريد. بحط كل طرف قصاد التاني الناحية التانية بمسافة، واعمل نص دايرة والف البريد عليهم هما الاتنين. في 1 2 3 4 5 6، خلاص. واشد البريد خالص كده، تمام، هيعمل لي العقدة دي. واجي الناحية التانية برضو نفس الفكرة بالنسبة للنايلون، خلاص. انا هقلبه بس كده، هعمل نص دايرة والفه على الاتنين، على البريد وعلى النايلون. 1 2 3 4 5، واروح ايه شادد، خلاص. بقى عندي في طرف هنا وفي طرف هنا، شد الاتنين على بعض، تمام. مش اشد بس النايلون شويه، شد الاتنين كده اهو على بعض اهو، واقص الزياده، ويبقى ده الشكل النهائي. بص، انسى، بس كده. هو ده كده انا ربطت السنون على، يعني احنا عملنا مع بعض طريقة ربط السنون وربط البريد بالنايلون او اللي هو الليدر، تمام. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله كده ادعوا لنا كده ربنا يكرمنا، ونشوفكم في فيديوهات جديدة بإذن الله. السلام عليكم.